السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. بصوا، انا عامله الفيديو ده 7/6 تقريبا. فانا مش عارفه هو هينزل لكم امتى، بس انا حاولت ان انا على قدر الامكان ان انا اعمله لكم بدري، بحيث ان هيبدا يراجع وكده يكون ايه الدنيا تمام معاه. تمام. آه بالنسبه لاول نقطه، وهي نقطه، انا كنت هتكلم في الفيديو على نقطتين. النقطه الاول حاجه توترك الفتره دي وخوفك. عايزه اقول لك حاجه، هو التوتر والخوف بالنسبه في الفتره دي طبيعي جدا، ده شيء طبيعي. ليه؟ لاني حضرتك داخل امتحان ثانويه عامه، فبالنسبه اللي انت خايف ومتوتر يعني ده شيء اصلا حلو، لان احنا لو ما خفناش مش هنذاكر. اصلا احنا كبشر، ما لو الحاجه لو احنا ما لقيناش وخوفنا منها فهي مش هنعملها، فاهمين؟ فده شيء طبيعي. لكن خوفك وتوترك الزياده عن اللازم قوي ده مش حلو وده مش صح. ليه؟ لان لو خوفك هيحجمك. انا دايما بقول لو انا خفت مش هعرف ان انا اتحرك، ومش هعرف ان انا افكر، ومش هعرف ان انا اعمل اي حاجه. فما ينفعش ان خوفك وتوترك ده يضغى على المذاكره بتاعتك، ويضغى ان انت متبقاش قادر حتى تفكر ان انت هتعمل ايه في المستقبل. تمام. وكمان يعني ايه، بالنسبه اللي انت خايف ان في حاجات مثلا. فلو انت خايف من نقطة ان انت مثلا في اسئلة كتير ما بتعرفش تحلها ومش عارف ايه وده كله، فده طبيعي بالنسبة لأي شخص ان هو بيجي في وهو بيحل ما بيعرفش يحل. انت تتنيك لحد ليلة الامتحان، لحد يوم الامتحان وانت بتغلط. عايزه اقول لك ان انت لحظه اللجنه الصبح، يعني انا كنت مثلا لما باجي مثلا رايحه الامتحان وكده، ففي اي امتحان يا ربي مهما كانت سهولته، لو لقيت مثلا اتنين من زميلاتي فبيتكلموا في سؤال او كده اللي هو فانت سامعهم. ف... فانت طبيعي في اسئله انا بسمعهم، اللي هو ايه انا ما عدتش عليا الاسئله دي فين، اللي هو وبتقعد بقى اللي هي تجيلي. طب انا كده في يعني ناس مذاكره اكتر مني، طب انا في حاجات ما شفتش بالي منها. بصوا، طبيعي ان انت في نقط انت ما تكونش عارفها، وطبيعي ان في حاجات انت ما تكونش عارف هي ازاي بالظبط او هي فين في المنهج او كده. بس ما تخليش الخوف بتاعك ده يضغى على نقطة انك مش هتعرف تذاكر وانك مش هتعرف تحل، وحاجات كتير هتدخل نفسك في دوامة مش حلوة، ويعني وانت في غنى عنها. فحكاية ان انت متوتر اليومين دول فده طبيعي، اي حد بيكون متوتر الفترة دي. بس مش نقطة توترك اللي هي تحجمك ان انت مش عارف تذاكر او كده، فاهمين؟ ده بالنسبة لي نقطة توترك في الفترة دي. يعني ما تتوترش، خليها على ربنا سبحانه وتعالى. انت لو انت مش مقتنع بأي حاجة انا بقولها، بس حضرتك اكيد مقتنع يعني بربنا سبحانه وتعالى، ملك ان الله مضيع اجر من احسن عمل. يعني انت مش هتصدق اي حد اكتر من ربنا. حتى لو انت شايف ان انت تعبت مجهود قليل، فربنا هيقيس مجهودك ده وهيديك ان شاء الله على قده. طالما انت تعبت وجبت اخرك فخلاص. حتى انا في الفتره، يعني فتره قبل دي، انا جبت اخري خلاص بقى. انا عايزه الامتحانات تيجي، عايزه اجيب مجموع حلو، بس عايزه اخلص، تعبت. فده طبيعي لو انت حاسس بيه دلوقتي، اللي انت خلاص بقى انا عايزه ادخل الامتحان زي ما تيجي ايه تيجي بقى، مش مهم. ده بالنسبه للنقطه. فبالنسبه دي النقطه الاولى. النقطه التانية كنت هتكلم عنها، وهي ازاي ان انت تراجع العربي وتاخد له كام يوم ومش عارفه ايه والكلام ده كله. بصوا، وانا حاولت ان انا يعني اصور الفيديو بدري شويه، علشان عبال ما ينزل لكم، عبال ما اكون خلصته يكون انتوا قربتوا من ايه، من فتره المراجعه بتاعه العربي. فيعني انا بقول لكم صوروا يوم 7، فمش عارفه هو ينزل لكم يوم ايه عبال ما اخلصه يعني. ف عشان الفترة دي عندي امتحانات وكده. المهم يعني، فحابة بس قبل ما ابدأ نقطة هتراجع ازاي وكده، فحابة افهمكم نقطة ان انا في الاول وفي الاخر انا طالبة، فاهمين؟ فانا ممكن اقول حاجة ما تبقاش مناسباك، او ممكن اقول حاجة فهي من وجهة نظرك انت ممكن تكون مش صح، او ممكن تقول ازاي عملتي كده. فانا في الاول وفي الاخر يا جماعة انا مجرد طالبة عادي، بذاكر عادي وبعرف اللي في دماغي واللي انا عملته زمان، فانا بقول لك عليه واللي انا شفته صح، فاهمين؟ فممكن حاجه انا اعملها هي تناسبك وما تناسبنيش، فاهمين؟ ولو حسيت ان الفيديو طويل حبتين او كده او طول مني، فحاولوا ان انتوا تسرعوه مره ونص او مرتين اللي انتوا شايفينه، يعني اللي انت هتفهموا مني. تمام. ده بالنسبه لحاجه. وعايزه برضه اقول حاجه في الاول، وهي حكايه انك لما بتيجي تراجع، ما وحد المصدر اللي انت بتذاكر منه او اللي انت بتراجع منه. ازاي؟ بحيث ان انا مثلا بجيب مثلا كتاب وانا بذاكر منه ده من اول السنه، تمام؟ انتوا فاهمين قصدي؟
براجع منه من اول السنه وبذاكر منه من اول السنه، وده المصدر الاساسي اللي انا براجع فيه، سواء مثلا كتاب او الملزمه بتاعت مدرس انت بتاخد معاه او كده. فانت لازم تكون انت موحد المصدر اللي ده، مش وانت طول السنه بتذاكر من حاجه ونزلت قبل الامتحان او في الفتره بتاعت المراجعه مراجعه مثلا نهائيه مع مدرس فاداك ملزمه، فانت بقى ايه هتراجع بقى وهتذاكر ليله الامتحان من الملزمه دي. ما ينفعش، لازم تكون الكتاب اللي انت بتذاكر منه على مدار السنه بحالها. ليه؟ يعني الكتاب ده انت كتبت فيه كل النوتس بتاعتك، كتبت فيه كل حاجه، شخبطت مش عارف ايه كده. فالكتاب ده فانت بتبقى موحده خلاص، اللي هو انا طول الوقت بذاكر منه، وعينك حفظت شكل الصفحه او شكل الحاجه اللي انت بتذاكر منها. فده ايه؟ توحد المصدر اللي انت هتذاكر منه، وده اللي هتراجع منه ليله الامتحان. ما ينفعش ان انت تراجع من حاجه تانية انت ما كنتش معتمدها طول السنه. تمام؟ عشان يعني اعتقد ده اول راحه نفسيه، وبعدين تاني حاجه فدي ملاحظاتك اللي انت كاتبها فيها. تمام؟ دي نقطه. وبالنسبه يا جماعه نقطه هتدي كام يوم لمذاكره العربي. فبصوا، هي دي بتختلف من شخص لشخص. يعني شوف انت هتدي قد ايه وغيرك هيدي قد ايه، فكل واحد مختلف عن التاني. فانت شوف الوقت اللي هيناسبك انت هيكون قد ايه. يعني انا عن نفسي صراحه، انا لما جيت اخد وقت مراجعه للعربي، فانا خدت قد ايه؟ فانا خدت حددت لنفسي صراحه حوالي 5 أو 6 ايام، ما زدتش عن كده. طيب ليه؟ علشان انا اصلا كل اللي انا هقوله دلوقتي وكل اللي انا عملته فانا كنت اوريدي انا عاملاه قبل كده. يعني انا فعدت نفس البرنامج اللي انا كنت عاملاه قبل كده، فده كان سهل شويه بالنسبه لي ان انا ايه، ان انا هعمله تاني. فانت لو اول مره هتعمله او اول مره هتراجع للعربي، فانت هتكتر اكيد من عدد الايام اللي انت واخد فيها. وفي ناس ممكن تقلل، يعني في ناس ممكن تاخد 3 ايام، في ناس ممكن تاخد يومين، فعلى حسب الوقت اللي انت ايه، الوقت اللي انت شايفه مناسب ليك. ممكن تاخد 4 ايام. فاهمين؟ فالنقطه بتتحدد على حسبك انت وانت هتخلص قد ايه. في ناس بتقول هاخد 7، وفي ناس بتقول هاخد 10. فانا مش عارفه انت بالنسبه لك تاخد قد ايه. فدي نقطه برضو ايه ترجع لك، وانت هتحدد انت هتخلص قد ايه. تمام؟ نبدا نقطه تانية، وهي هتبدا تراجع ازاي. بصوا، هبدا كل فرع من الاصعب للاسهل. فاهمين؟ يعني لو في فرع انا شايفاه من وجهه نظري، انا معرفش انت برضو من وجهه نظرك ازاي، فانا هبدا اقول لك ازاي هتعمل فيه ايه. وده برضو اللي انا كنت بداته في الايام المراجعه بتاعتي، بدات من اوله. انا بدات فين؟ انا اول حاجه بدات فيها او انت او انا هقولها دلوقتي، فهي كانت النحو. لان بالنسبه للنحو انا شايفه ان هو كان بيبقى عليه اعلى درجات. دي اول نقطه. وتاني نقطه ان هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون من منهجك، وكله طبعا من المنهج بغض النظر ان في قراءه متحرره ونصوص مش عارفه ايه والحاجات دي كلها، بس هو ده من الاساسي اللي من منهجك اللي انت بتعرف ممكن تجيب درجاته. تمام؟ وكمان كان بيبقى عليه يعني في افكار كتير، فانا كنت خايفه منه وقلقانه منه. انا كنت في الطبيعي انا كنت شاطره في العربي، يعني مش شاطره في النحو، كنت عارفاه من وانا في الاعدادي، فانا كنت كويسه فيه. بس ده برضو بيعتمد ازاي، اللي هو انت مش معنى ان انت شاطر في النحو او انت شاطر في الجزء الفلاني فانا ايه هتقول هراجع على السريع وهشوف الفرع اللي بعده على طول، مش هاخد فيه وقت. فاهمين؟ فالنقطه دي غلط. ليه؟ لان انت ممكن تكون بتراجع الحاجه وانت عدت عليك بسرعه، فانت مش عارف انك تلمها حلو، وتيجي بقى عليها اسئله في الامتحان فانت ما تعرفهاش. فانت هتعمل ايه؟ انت هتمسك النحو من اوله، من الاول خالص، نقطه نقطه. تمام؟ وتقراها كده بتأني جامد. فاهمين؟ اللي هو وتفهم كل نقطه بيتكلم عليها ازاي. يعني انا كنت ببقى خايفه لا ادخل اسيب النقطه دي واقول يعني هي جت على دي، فاهمين اللحظه دي، وتيجي على دي وتيجي في الامتحان. فما تحاولش ان انت وانت بتذاكر او انت بتراجع الحاجه تقول خلاص لا دي سهله فمش هعملها. لا، فانت ايه، خليك انت بتقرا عارف بالقلم كده، اللي هو انت بتقرا بالقلم. وبتجمع كمان لو انت في معلومه مثلا مش فاهمها او فبترجع عليها الشرح بس بسرعه. فاهمين؟ وكمان بتجيب كراسه
بتكتب فيها او ملزمه او اي حاجه فاضيه، او ورقه بره، او ورق فلوسكاب كده، وتكتب فيه ايه، وتكتب فيه الحاجات اللي انت مش عارفها، او اللي انت مثلا حاسس ان هي ممكن تكون فيها خلل بالنسبه لك، او ملحوظه مهمه. وكمان اصلا الكتاب من ورا انت بتكون هريه ملاحظات، فبالنسبه للملاحظات دي فانت جمعها برده في الكشكول ده او في الورق ده. في الاخر لو هو ورق دبسه عشان ما يضيعش ورق او حاجه، فاهم؟ كنت بعمل كده. ده بالنسبه للنقطه دي. يعني بالنسبه للنحو. وبعد كمان وخلي الوقت مقتصر ليك انت. ازاي؟ يعني اللي انت تعرف كل المعلومات لنفسك. ما تخلي الوقت، خلي الوقت لنفسك. ما تقعدش تسمع كتير على اليوتيوب مراجعات وتنزل مراجعات سناتر ومش عارفه ايه. لا، خلي الوقت ده ليك انت، ان انت تقعد مع نفسك وتقعد تطلع ايه كل اللي في دماغك وايه اللي انت محتاجه. فاهمين انا قصدي ايه؟ فيعني تقعد كده مع نفسك وتعرف ايه الوقت او ايه الحاجات الوقت اللي ضايعه منك. خلي الوقت اكتر حاجه بينك وبين نفسك، مش تقعد تسمع كتير. طيب ده بالنسبه لنقطه النحو، ان انت تراجع كل حاجه فيه وتعمل ملاحظاتك. وبعد ما تخلص فرع اقعد حل عليه. يعني ممكن ما تخلصش الفرع كله، مثلا خلصت اول وحده نحو، فانا قعدت شفت اسئله كتير عليه من كتاب، مثلا كتاب المراجعه بتاعت كتاب الامتحانات الشامله. كتب كتير في الامتحان وكان كويس. وفي كمان في كتاب صراحه انا شفته في الفتره اللي قبل الامتحانات، بس انا ما كنتش جبته كتاب. كنت صورت جزء وجبت منه PDF جزء تاني، فاهمين؟ لاني كنت جبت اوريدي كتاب اصلا الامتحان وكنت بحل فيه. فعشان ما كنتش جبت كتب كتير ولا خنت نفسي بيها، فما كان بيبقى معايا وقت كنت بشوف منه. كان كتاب كيان، كان صراحه حلو جدا. وكمان اللي شجعني ليه ان كان في الامتحانات التجريبيه اللي كانت نزلت لنا من الوزاره، اللي رحنا امتحناها قبل الامتحانات العاديه بتاعت ثانويه عامه، كان جايب منها، كان السؤال القطعه المتحرره كان جايبه من كتاب كيان. فده اللي شجعني اكتر ليه. تمام. ده بالنسبه للنقطه دي. وانت تحل على طول بعد ما تخلص، عشان لو تنيتك تقول هحل بعد ما اخلص مش هتحل، صدقني. يعني مش هتحل. ده بالنسبه لايه العربي، النحو، جزئيه النحو. طيب بالنسبه مثلا جزئيه تانية وهي شايفاها مثلا بالنسبه ان انت ترتيبك في المواد، فانت تشوف الادب بعدها تشوف الادب. طب هتشوف ازاي؟ انت هتقراه وهتحفظه. انت لازم تحفظه. علشان ايه؟ علشان يكون معاك سريع في الامتحان. انت بتطلع المعلومه على طول من دماغك عشان تعرف تحل. وانت بتحل الادب بالنسبه للمدارس، حاول ان انت تعرف السمات كويس جدا بتاعت كل مدرسه، وتعرف الشعراء اللي فيها. ده مهم جدا، يعني مهم صراحه. لان كل ما لو جالك في النصوص المتحرره هيجيلك الشاعر، فانت اوريدي لازم على طول في دماغك تقوم ترجمه ده في انهي مدرسه، طب خصائص انهي مدرسه، قبل ما تشوف النص بيتكلم عن ايه. انت على طول دماغك كده اوتوماتيك، اللي هو انا النص بيتكلم عن كذا يبقى النصوص كده. يعني تحاول ان انت تتوقع الاسئله في الامتحان قبل ما تمسك الورقه وتفنط ايه اللي فيها. فانت خلاص انت عرفت السمات بتاعتها، وحاول على قد ما تقدر. والله مهمه جدا، وهتعرف اهميتها في الامتحان. انك بتحفظ كمان اللي بيبقى فيه، مثلا بيقولك الالفاظ المستخدمه في سمات المدرسه دي. من ضمن سمات المدرسه دي في الفاظ بتبقى مستخدمه فيها، مش فاكراها صراحه، بس هي دي مهمه هتستخدمها كتير جدا. وانت بتحل هتلاقي مثلا دي مش عارفه ايه ده اللفظ كذا. ممكن ده على فكره يذكرك بقى هو انهي مدرسه، لو انت ناسي الشاعر ده تبع انهي مدرسه، فده يفكرك اكتر ان اللفظ ده كان في المدرسه الفلانيه، فتبدا ان انت تسترجع. وكمان لما تعرف الالفاظ، في الفاظ بتكون غريبه، فانت ممكن وانت قاعد دلوقتي في البيت تعمل عليها سيرش مثلا، تعرف المعنى ده ايه، عشان ما يجيلكش في الامتحان وتقول يا ريتني كنت عرفته. انت فاهم؟ يعني لما تلاقي لفظ انت مش عارفه اعرفه، علشان ممكن يجيلك في الامتحان. ممكن والله تيجي على دي وتجيلك. حط في دماغك النقطه دي دايما. تمام. انت وصلت نقطه ايه؟ الادب. فعرفت الادب وحليت عليه وتحل عليه كتير، وتعرف السمات قلناها. وتحل بعد ما تخلص جزئيه، مثلا مدرسه كذا تجيب عليها، تحاول انت تحل كل شعراء المدرسه من كتب مختلفه او من نفس الكتاب بس في نماذج مختلفه. يعني مثلا نموذج الشام الاول وتاني وتالت وكده. تمام. دي بالنسبه للادب. طيب بالنسبه للبلاغه،
حاول ان انت بالنسبة للبلاغة انك يعني ما تذاكرش بتاع تالتة بس. لو معاك كتاب اولى وتانية ثانوي هاتهم واقعد ذاكر اللي فيهم، لان في حاجات مش مشروحة عندك في الكتاب بتاع تالتة ثانوي، بس هو موجودة عندك في المنهج، كانت موجودة عندك في اولى وتانية، زي حاجات كتير يعني استعارة ومش عارفة ايه. فالحاجات دي كانت موجودة قبل كده، فانت لو عندك الكتب دي راجعها منها تاني. لو عندك ملازم مثلا من واحد زميلك كان مدرس مديهاله بيراجعله على المنهج، فشوفها تمام واقعد ذاكرها. وبالنسبة يعني نقطة أولى وتانية ثانوي دي، لو أنت مش متوفر معاك حاجة برضو، فأنت ممكن تسمع لها مثلا بعد ما تشوف اللي في كتابك الأول، اللي في كتابك والحاجات اللي أنت كاتبها، هتشوف الحاجات اللي أنت كنت عاملها قبل كده في النص بتاعتك، وبعدها هتبدأ أن أنت تشوف مثلا مدرس كان بيراجع على البلاغة مثلا كلها، بس سرع الفيديو علشان إيه، عشان تخلص، عشان الوقت بتاعك. فبعد ما تخلص فلازم تحل بقى كتير جدا عليها في البلاغه، يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه يعني. ندخل على المرحله اللي بعدها، وهي الايه، النصوص. انت اوريدي طالما انت ظبطت جدا الادب، ظبطت البلاغه، فانت اوريدي ظبطت النصوص. باختلاف طبعا ايه، لو انت بيبقى في اسئله على النصوص لوحدها ملهاش علاقه لا بالادب ولا بالايه ولا بالبلاغه، فدي انت عشان تمرن ايدك عليها فانت لازم تحل كتير. هي والقراءة المتحررة، أنا يعني بالنسبة للقراءة المتحررة هجيلها دلوقتي، بس هي برضو أنت لازم تحل كل يوم. أنت بدأت مثلا، حددت مثلا مثلا 9 أيام للعربي، أنت مقدر إن أنت هتحل 9 أيام للعربي، هو أنت بس بتراجع جزئيات وما بتحلش شامل. أنا من وجهة نظري أنا كنت بحل صراحة شامل كل يوم، شامل على العربي، امتحان شامل. لو انت مش قادر ان انت تحل شامل، او شايف ان الوقت هيكون ضيق بالنسبه لك وهياخد منك فوق ال3 ساعات مثلا، فانت حاول ان انت تحل قراءه مثلا ونصوص متحرره وكم سؤال نحو، تمام. ما تسيبش نفسك انك ما تحلش الفتره دي، بس لو قادر انك تحل شامل، امتحان شامل بعد ما تخلص مثلا مراجعه طول اليوم، حددت مثلا قبل ما تنام مثلا ابتداء من الساعه 9 بالليل لحد مثلا ما تيجي تنام تحل امتحان شامل او تحل نصوص وقراءه. فده لازم انت تعمله، ده مش خيار، مش اوبشن ليك، لا ده انت لازم انك تنفذه صراحه يعني. شوف برضو اللي يريحك. فده في الاول والاخر انت لازم ايه، انت لازم تحل كل يوم عليهم. ده بالنسبه للنصوص. طب وطبعا بالنسبه للنصوص والقراءه المتحرره، فهم حاسهم شبه بعض في المذاكره، لان برضو انت مش لا هتذاكر النصوص اللي عندك في المنهج نصا، انت بس بتقرا التعريف عن الشعر، بتقرا الاجواء، البيئه المحيطه بيه، بتقرا مثلا نواتج التعلم في القراءه، بتقرا التعليق اللي على النص بعد الامتحان، في الكتاب يعني. فانت بتعمل دول، وبعد ما بتخلصهم بتجيب اسئله يعني، وبتقعد تحلها عليهم كتير. فحاول انت تقرا نواتج التعلم بالراحه، التعليق بتاع النص حاول انت تقراه بالراحه، وتخطط على الحاجات المهمه بالنسبه لك، وقلنا زي ما قلنا تنقلها في الكشكول اللي انت هتراجع منه ده قبل الامتحان. انت ما بتراجعش المنهج قبل الامتحان، ليله الامتحان قبل ليله الامتحان ده ما بتراجعش المنهج، ما بتفتحش الكتاب، انت بتفتح بس الايه، الكشكول اللي انت كاتب فيه الحاجات اللي انت عايزها، وتقعد تراجع عليه قبل الامتحان الصبح تبص عليها، تمام. ده بالنسبه للقراءه والنصوص. في مثلا تاني عندكم مثلا التعبير. بصوا التعبير بيبقى عايز شويه فيعني تعمل ايه في التعبير. انا من وجهة نظري ان التعبير بيبقى مهارة، دي اول حاجة، ان انت عندك مثلا امثال كتير، عارف امثال، لان بيجي مثلا او بيجي مثلا ايه جزئية يقولك دي بتتقال في اني موقف، او الموقف ده نقول عليه اني كلمة، فده بعتبرها مهارة، دي اول نقطة، وبتكتسبها من ان انت تشوف حاجات كتير وتحل كتير وتغلط كتير. الحاجة التانية ان انت مثلا لو بتقرأ طبعا اللي في كتابك ده شيء اساسي، وبتقرأ الحاجات اللي هو حاططها لك، هو اكيد. بص انا بتكلم على كتاب السنة اللي فاتت اللي كان بالنسبة لي، فبالنسبة لك انت اكيد كل كتاب نفس السنة هيكون حاطط فيه نفس الحاجات ونفس الافكار، فطبقها على كتابك بقى. فهتجيب ايه، هتعمل ايه،
هتجيب مثلا مدرس بيقول بيلم التعبير او بيلم افكاره او بيحل تعبير، وتشوف الافكار بتاعته وتشوف هو وجهة نظره ازاي او بيحل ازاي او بيقول ملاحظات ايه. تمام. هي دي الحاجات اللي انت هتشوفها في التعبير. يعني اصل التعبير برضو بيكون صعب شوية انك تعرفه، او ملوش قاعدة ثابتة. فاهمين قصدي؟ فده بيعتمد كتير ان انت تشوف الحاجات اللي وقف. فانت ما توقفش، يعني ما توقفش ايه، ما توقفش حل طول ما انت شغال في المراجعة. تمام. ده بالنسبة لاعتقد كل فروع العربي. مش عارفة ما اعتقدش ان انا نسيت فرع، يعني اعتقد كده تمام. طيب بالنسبة لكل الجزئيات دي هقول لكم في مدرسين بيعملوا مراجعات وبينزلوا مراجعات على اليوتيوب. في منهم مثلا زي كان في مستر كنت بسمعه طول الثانوي اصلا، كان اسمه وليد محسن، مستر وليد محسن. وفي مستر اسمه رضا الفاروق، وده مشهور جدا وبينزل مراجعات طويلة قوي. طيب انت هيكون هين عليك وصعبان عليك ان المدرس ده ينزل مراجعات وانت ما تسمعهاش. طيب انت هتعمل ايه؟ انت زي ما قلت لك انت هتراجع كويس جدا بنفسك وبينك وبين نفسك وبالورقه والقلم. وبعد ما تخلص انت ممكن لو عايز تسمع، يعني مثلا انا النهارده خلصت الادب او راجعت جزء من الادب مثلا من مدرسه كذا المدرسه كذا، فانت هتطلع مثلا المدرس ده مثلا وليد محسن مثلا بيراجع الحته الفلانيه، فانت هتفتحه مثلا وتشوفه هو بيقول ايه بسرعه بسرعه كده، وتسرع الفيديو وتشوف هو بيقول ايه. وكذلك برضو بالنسبه لو انت عايز تسمع رضا الفاروق، فهو بينزل مستر رضا الفاروق بينزل مراجعات طويله، لكن بتكون مفيده صراحه. يعني بتكون مفيده، بس ما تقعدش ان انت هتقول انا صحيت النهارده من النوم مراجعتي هتكون عباره عن ان انا اسمع ال7 ساعات بتوع مستر رضا الفاروق. مش صح. وكان في زمايلي بيعملوا كده السنه اللي فاتت ويعني وما توفقوش. ما هو مش صح اللي انت مش صح البرنامج اللي انت ماشي بيه. انت لو عايز تسمعه بعد ما تخلص تسمعه، تسمعه بس بسرعه، وما تباتش وما تقعدش تقطع، فبسرعه كل تركيزك يكون معاه. واعتقد كده يعني انت فرنت العربي. يعني انت كده جمعت ليله لميت المنهج كله لوحدك وركزت على كل كلمه، ما تسيبش كلمه، لان ممكن هي دي اللي تيجي لك في الامتحان. الكلمه اللي انت هتسيبها دي هي اللي هتيجي، صدقني. بتحصل معايا كتير. يعني لا ايه، لو انا هو دي اللي هتيجي، انا رجعت كتير، هي دي بس السؤال ده اللي هيجي ولا مش عارفه ايه اللي هيجي. صدقني ممكن يجي. يعني مش عايزه اقول لك قد ايه ممكن تيجي، وبتحصل كتير. جمعت الملاحظات بتاعتك كلها، جمعت المعلومات بتاعتك، كل اللي انت عاوزه. يعني عملت كل حاجه، وقريت كل كلمه بنفسك، وسمعت المدرس كمان لو انت عايز تسمعه مش عايز تفوت، ممكن يقول معلومه مهمه. حاول ان انت تكرس كل الوقت ده ان انت تكون قاعد في البيت، ما تنزلش مراجعات كتير، ما تسمعش فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب، علشان ده هيأثر عليك وهيأثر على المذاكرة بتاعتك. تمام. اعتقد بس كده، يعني انا قلت كل حاجة. قدرت ان انا يعني اتمنى ان اكون افدتك. هحاول والله ان انا اعمله على طول الفيديو وانزله، لاني اصلا انا عندي الفتره دي كان الفتره اللي فاتت عندي امتحانات وكده، والفتره اللي جايه هيكون عندي امتحانات برضو. ف يعني فانا عايزه اراجع وعايزه اذاكر، فحاول ان انا برضو اخلصه وانزله على طول بعدها، يعني بحيث ان انتوا تشوفوه على طول. ولو حابين مثلا ان انا انزل لكم مثلا حاجه عن مثلا ماده تانية او كده، مثلا فيزياء او جيولوجيا او ايا كان، اكتبولي وانا ان شاء الله احاول ان انا اتكلم عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.